ما تيجوا نروح معرض الكتاب سوا. السنة اللي فاتت حصل حاجة معرفتش اخد الكتاب مع التليفون معايا المعرض، فمعرفتش اصور. والسنة اللي قبلها روحت الحمد لله وعرفت اصور، بس حصل حاجة وانا مروحة والفوتج كلها ضاعت، فمعرفتش انزل فلوج لمعرض الكتاب. وانا اكتر حاجة بحبها في حياتي هي معرض الكتاب، لان من وانا صغيرة هي حاجة على قد ما نقدر اغلب السنين كنت دايما بروحها مع اهلي او مع ماما. فاتس سو نايس ان انا هرجع السنه دي تاني اروح معرض الكتاب. ولو بتشوفوا ده فاحنا في مجهود اتحط على ما الفلوج ده ينزل، لان دي حاجه متعبه جدا. وعلى عكس السنين اللي فاتت انا معايا لسته بالكتب اللي انا عايزه اشتريها. مني هي حاجات عن عماد رشاد عثمان. لو انتم ما تعرفوش يا جماعه، نزل كتاب جديد اسمه جلاد تحت الجلد، انا بقرا لكم من هنا. حد رشح لي روايه الفقراء، قريت جزء منها، سمعت جزء منها على ابجد، بس بعدها حسيت ان الروايه دي لازم امسكها بين ايدي. في بعض الاعمال لاحمد خالد توفيق، في حاجات اللي هو زي دليل جدتي لقتل الاوغاد، ده اسمه شدني قوي، حسيت ان انا ممكن اجيبه. وفي مني المنفلوطي، معرفش ليه يعني، معرفش ليه صحيت من النوم مره واحده بصراحه وقررت ان انا عايزه اقرا المنفلوطي. فاحنا هنروح معرض الكتاب ونشوف الدنيا هناك بتقول ايه، واعمل لكم نشوف لما ارجع جبت بوك هول، جبت ايه من معرض الكتاب. احساسك ايه وانت عندك بنت مثقفه؟ ايوه جميل جميل جدا. امدحيني شويه. امدحيني كتير. هنا كان هافف عليا الوطنيه، كنت قاعده عماله اغني اغاني وطنيه بس عمري ما اقول. المفروض ان دول ناس متطوعه من مؤتمر المناخ. جزء من الحاجات اللي بيعملوها اعاده تدوير لحاجات مثلا زي الورق، فكانوا بيعلمونا ازاي نعمل اوريجامي، وكانوا بيحطوا الرسومات دي على وشنا. فقلت ليه ما نعملهاش، خلينا نبرق ونورعد. اتعرفت في معرض الكتاب على بنتين لزاز موت، شات اوت تو ذم، بسنت وجنة، هي اللي مصوراني هذا الفيديو الرائع. اكتشفنا كتاب كان مكتوب فيه بالعامية القطرية، ودي كانت أصعب حاجة أنا قريتها في حياتي تقريبا. يا هلا. هو بيحكي عن ايه؟ التراث. هو ايه الوجه الكلايح يرجع برود؟ والله ما بعرف اقرا عيد الذبايح. ايه ده عيد الذبايح؟ يوم لقى ولا اشوف الوجيه الكلام. ايوه الوجه الكلايح يرجع برود القلب من عقب اللامحال. اللي هي النكهه اللي معروفه بين A few moments later. الإبداع يسمى إبداع. الفرق بين القراءة والإبداع إن المبدع 6 hours later. عزيزي القارئ محدود الدخل مستنير التفكير، انا رجعت من معرض الكتاب واتمنى يكون باين على وشي، باين على وشي بجد، علشان لازم حاجات على وشي. فهنكمل بيها الفيديو عشان حاسه شكلها كيوت قوي، فكنت عايزه اصور الفيديو بيها ومتحمسه اوريكم الحاجات اللي جبتها، لان انا ما جبتش بس كتب، انا جبت حاجات تانية هوريها لكم وهشرح لكم كل كتاب جبته ليه. انا ما جبتش كتب كبيره كتيره، لان الكتب مش هتطير، وحتى لو المعرض خلص لسه في كتب ودور نشر عادي هتقدم والكتب هتبقى موجوده. فما كنتش عايزه ادخل في حته الفومو وان انا ابانيك باي ا لوت اوف بوكس، علشان انا عملت كده السنه اللي فاتت وعندي كتب يا جماعه والله لسه بالسلفونه بتاعتها، فما كنتش عايزه اكتر في الكتب اللي انا هشتريها. بس عايزه اوريكم حاجه كيوت ماما جابت لي ده من معرض كتاب. رحت انا وماما مش عارفه شايفينه ولا سو كيوت، قالت لي فكرني بيكي شويه انفراد تحفه عسل. وجبت انا الفيجن بورد بتاعتي، الحاجه اللي انا عايزه اعملها السنه دي او اول السنه الجايه بالكتير، ان انا اطلع الاقصر واسوان. فجبت دي علشان احطها على الفيجن بورد. and speaking of vision board, this is the vision board in question. مش هشرحها، بس عايزاكم تعرفوا ان دي تحفه. دي معبد دندره، هي باينه، هحط لكم صورتها، تحفه. معبد دندره ده اجمل مكان انا شفت له صور في حياتي واتمنى ان انا اروحه. وجبت تقريبا شكسبير، بيكاسو اللي جوايا كان صاحي، ف جبت دي من سور الازبكيه، تحفه. اول كتاب رحت عشانه المعرض بمنتهى الصراحه كان ده كتاب الجلاد تحت الجلد لدكتور عماد رشاد. انا بحب قوي اتفرج على دكتور عماد رشاد، يعني انا ممكن اقعد اتفرج على الفيديوهات بتاعته بالساعات ومش هزهق. فحبيت ان انا اجيب الكتاب ده، لان كان بيتكلم الكتاب ده تحديدا بيتكلم عن المعادله ما بين ان البرفكشنزم، ان انت بتقعد مستني اللحظه المناسبه، وامتى يعني ايه ان انت ازاي تعرف تظبط ان انت انا دلوقتي محتاج استنى او لا. لان انا بحس ان انا الحته دي مفوته عندي، يعني بحس ان انا ساعات بعمل حاجات برجع بعدين اللي هو لا، كان الافضل لو استنيت شويه واستنى على حاجات كتير، كان الافضل ان انا ابداها من زمان. فقلت
اجيبه استثمر في نفسي. القراءة الخير جليس في الوطن الكتاب، او حاجة زي كده. تاني كتاب جبته ما كنتش ناوي اجيبه، يعني انا بصراحة اول مرة اسمع عنه في المعرض وقررت اجيبه، هو ده المتآمرون. المتآمرون هو ادب اسيوي، اول مرة اقرا بصراحة في حياتي ادب اسيوي. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حد اهله رموه في كيس، طفل بجد كان مرمي في كيس زبالة، عشان كده انا والله كنت بقول لهم اللي هو يا جماعه غيروا شكل الغلاف، شكله صعب قوي. بس القصه بتاعته هو عباره عن ان الولد ده لقوه في كيس زباله، فبعدها راح دار ايتام وتربى في مكتبه، وبقى بيروح كتير قوي المكتبه دي، وبقى شخص مثقف. وبعدها الاحداث بتعرفك في اول الكتاب خالص ان المكان ده او المكتبه ده المكان اللي هو اتربى فيه زي ستاره للمافيا. فحسيت ان انا بجد عايزه اقرا حاجه زي كده، وعايزه اوسع. اشتركت في تحدي القراءه، انا ما ينفعش اقول كده عشان هما لسه ما كلمونيش، بس حاسه ان لو انا مكتوب لي ان انا اشترك في تحدي القراءه that is definitely a book I would absolutely يعني devour، ان هحب ان انا اتكلم عنه. تالت حاجه كان سلسله بتتكلم عن العلماء العرب، كانت جايباها من الاهرام اهي، بتتكلم عن العلماء العرب واكتشافاتهم وايه الحاجات اللي احنا اكشلي اكتشفناها بس منسوبه لناس تانيين. حاسه ان انا عايزه اتكلم مع ده عشان لما اتخانق مع اجانب that is my objective بمنتهى الصراحه. حاسه ان انا عايزه ابقى عارفه احنا ايه، يعني kind of have a sense of identity، ان احنا عرب، احنا عرب جدا ومكتشفين وعملنا حاجات روشه. فدي تاني حاجه. لقد وقعنا في الفخ ادب كوميدي ساخر، ما عنديش اي فكره بيتكلم عن ايه، بس اسمه عجبني ولفت نظري فجبته. اللي بعده هنتكلم عن السلسله دي. لو انتوا يا جماعه ما تعرفوش السلسله دي او عمركم يعني never came across it، دي لكاتب محمد حشمت. محمد حشمت عامل سلسله كبيره قوي، تقريبا 9 كتب او حاجه زي كده، بيتكلم فيها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ازاي كان بيربي او بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ازاي كان بيعامل وبيتعامل مع الناس اللي حواليه. فحاسه ان دي حاجه مهمه ان احنا كمسلمين نبقى عارفينها، علشان بحس بعد سن معين الانسان بيبقى مسؤول عن اعاده تربيه نفسه. مش عارفه اشرح الموضوع ده ازاي، بس انا بحس ان احنا بعد سن معين ما ينفعش تقول اصلا انا اهلي ما عرفونيش، لا المفروض تعرف، يعني المفروض الواحد يعيد تربيه نفسه، يبقى يحاول بقدر الامكان ان هو يبقى بيتعامل مع كل الناس اللي حواليه بغض النظر عن الناس دي مين او مكانتهم او شغلهم او البيئه اللي هم جايين منها، يبقى بيتعامل مع كل انسان باحترام بقدر معين. فحبيت ان انا اجيبها. حاسه ان انا جبت كتير قوي، حاسه ان انا كترت، لكن اخيرا وليس اخيرا، اخيرا بجد، الله لا يرمي النرد. انا معرفش انتوا سمعتوا عن الكتاب ده ولا لا، لكن انا سمعت عنه، واللي جذبني ان انا بحس ان هو بيتكلم شويه عن الفيزيكس. انا يا جماعه انا بعشق الفيزيكس، انا بعشق الفيزيكس حب ملوش اي مبرر وملوش اي تفسير. بعتذر لاي حد ثانويه عامه بيتفرج على الفيديو ده وبيعاني منها، بس انا بجد بحب الفيزيكس. فايماجن لما فتحت الكتاب ده وبعدها لقيت ان هو بيتكلم عن فيزيكس، نظريات فيزيائيه وبيثبت بيها وجود ربنا، حسيت انه I'm buying this definitely. فدي كانت حصيله معرض الكتاب مع القليل من البوك ماركس اللي ما وريتهاش علشان مش عارفه هي فين، يعني هي وسط الاكياس. بس متحمسه اعمل لكم ريفيو عن الكتب دي كل ما اخلص كتاب، واشوفكم الفيديو الجاي يا جاس.